السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد مع محمد مسعد. الحقيقة الفيديو بتاع النهاردة هنجرب مع بعض ساعة. الساعة دي طال انتظارها عندي بقالها، يعني عندي وبعت منها من غير ما اعمل لها ريفيو. بس الساعة دي انا كنت واثق فيها جدا لان من شركة انا جربت منها كذا منتج قبل كده، وهي شركة هاينوتيكو. ايوه هاينوتيكو. الساعة اللي معانا النهاردة هي الهاينوتيكو الار دبليو 32 الواتش 4 برو. الساعة اللي التصميم بتاعها جامد جدا وهتبهركم بتصميمها وشكلها وامكانياتها. تعالوا بس بينا كده نصلي على النبي ونعمل لايك للفيديو ده ونشترك في القناة لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه، ويلا بينا نشوف الكلام في الساعة دي على ايه. دي الواتش 4 برو. تعالوا بقى نفتح الكرتونة بتاعتها ونشوف الاول محتويات البوكس. بسم الله. ده شكل الكرتونه بتاعتها زي ما احنا شايفين. جاي معاها اول استراب من النوع الجلد زي ما انتم شايفين كده، لونه بني في اسود، تصميم كده وتطريز كده بخيط ابيض. شكله حلو جدا 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 ووزنه خفيف. طيب اما الاستراب التاني فهو من النوع الرابر، طبعا بلاستيك مطاط. شكله برضو حلو جدا، تحفه بصراحه، والخامه بتاعته برضو لذيذه. طيب الاستراب اللي بعد كده معانا هو استراب من المعدن. استراب من المعدن، تمام، برضو الخامة بتاعته كويسة، مضلع كده، شكله برضو حلو جدا. دي بقى الساعة بتاعتنا الهاينوتيكو الواتش 4 برو. بتيجي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعال بس نشيل اللزقة بتاعتها دي عشان نعرف نتكلم عنها بأريحية. التصميم زي ما انتوا شايفين، الشاشة جاية كيرف كده او بومبي كده، والجنب اليمين في هنا السكرول، في الزرار اللي تحت ده، وفي الظهر مكتوب هاينوتيكو جيرماني، تمام، وفي 4 مسامير، وفي السبيكر مستخبي تحت كده زي ما انتم شايفين، الاربع فتحات اللي انتم شايفينهم قدامكم دول. ده بالنسبه لتصميم الساعه. تصميم الساعه حلو جدا، والخامات بتاعتها بصراحه حلوه، والوزن بتاعها مع ان الاطار بتاعها ده نيكل او من المعدن، فالوزن بتاعها مش تقيل، وزنها كويس. قربنا بقى الكادر شويه علشان نقدر نشوف تفاصيل الساعه بشكل ادق شويه. بعد التصميم والشكل الرائع الجامد ده، تعالوا بقى نبص على القوائم بتاعه الساعه. بتفتح طبعا بضغطه طويله على زرار السكرول، وبتفتح بشعار شركتها اللي هو هاينوتيكو. بتفتح على الخلفيه الجامده دي. نعد الخلفيات مع بعض. دي اول خلفيه، تمام، دي تاني خلفيه، دي تالت خلفيه، تمام، دي رابع خلفيه. ولو سحبنا من فوق كده هيجيب لك الشورت منيو اللي فيها الاعدادات، وطبعا هنا هتلاقي العربي في مصطلحات غريبه سيبك منها، تمام. انضف دي معناها انضف اللي هي الساعه لو جت فيها ميه ولا حاجه. عدم الازعاج، البلوتوث، قفل الشاشه. لو سحبنا سحبه يمين كده هنلاقي علي بي والمنبه والتحكم، فيديوهات الشورت والان اف سي، معرفش ايه جزدان دي. بص في شويه مصطلحات غريبه جدا. عندك فريند دي تقريبا يعني لو انت عايز تصور باركود بتاع اي حاجه. لو سحبنا سحبه كمان كده مفيش حاجه. طيب نرجع تاني كده، ولو دوسنا على الزرار اللي تحت ده هيقفل لنا الشاشه. نفتح بقى تاني كده ونضغط ضغط على السكرول هيدخلنا على القوائم. طبعا هنا انا موطي الاضاءه على الاخر علشان برضو المرايه بتاعت الساعه ما تعملش عاكس في الكاميرا. لو دوسنا دوستين كده زي ما احنا شايفين بنغير شكل الابليكيشن اللي في القائمه دي. طيب ضغطتين كمان كده لحد ما نوصل للشكل اللي احنا هنعرف نشرح عليه. اول حاجه عندك تطبيق الهاتف، بعد كده الرسائل اللي بتجيلك، طبعا عدد الخطوات، معدل ضربات القلب، ضغط الدم، نسبه الاكسجين في الدم، التمارين الرياضيه. طب ندخل على التمارين الرياضيه كده، في كذا حاجه: المشي، الجري، التسلق والطايره والكره القدم، السله، في شويه تمارين برضو كويسه. عندك وضع النوم، الضغط، التنفس، متر دي معرفش ايه متر دي بصراحه، صحه المراه، الموسيقى، انك تقدر تتحكم في الموسيقى اللي شغاله على الموبايل من هنا، المساعد الصوتي، عندك مساعد جوجل او سيري في الايفون، الكاميرا انك تتحكم في الكاميرا بتاع الموبايل، الطقس، عندك سمة الهاتف دي برضو اللي انت بتضغط ضغطتين هنا عشان تغير السمة بتاعه الهاتف اللي هو شكل الايقونات بمعنى اصح. عندك بعد كده ساعة الايقاف، المنبه، الحاسبه، الاله الحاسبه، العثور على الهاتف ان التليفون يعمل صوت لو هو انت مش لاقيه او اي حاجه، تضغط على الساعه يخليه يعمل صوت. عندك بوصله، تتبع الحركه، دي الجي بي اس. عندك حراره الجسم، انك بتقيس حراره الجسم. عندك العاب، هنا لو دخلنا فيه 3 العاب برضو دي حاجه مختلفه شفناش في الار 35 او الار 34. عندك بعد كده نسبه السكر في الدم، الارتفاعات، الضبط. لو دخلنا بقى على الضبط هنلاقي اعدادات اللغه. قم بتنزيل دي ان انت تنزل الابلكيشن اللي هو تحطه على الموبايل عشان تربط الساعه عليه. قم بتوصيل انك توصل الساعه بالموبايل، الباركود بتاع توصيل الساعه. مصباح، معرفش ايه مصباح دي اللي احنا مفعلينها دي. تجاهل دي بتاعت تقريبا الاولوس اون ديسبلاي.
دي عاده في الوقت دي تقريبا، ان انت بتظبط الساعه او بتظبط الاولوز اون ديسبلاي يشتغل او يفضل موجود على الشاشه قد ايه. عندك مفتاح التخصص دي انك تظبط المفتاح ده يشغل معاك ايه بالظبط. عندك وضع توفير الطاقه، تذكير بالصحه، عندك السطوع. طبعا انا مقلل السطوع على الاخر يا جماعه عشان خاطر يعني لما بعليه ما بشوفش اي حاجه اصلا. مهله الشاشه هنا احنا عاملينها 60 ثانيه عشان ما نتعبش واحنا بنعمل الفيديو. ده الاولوز اون ديسبلاي اهوت مفعلينه. وضع الدي ان دي معرفش ايه ده، بس ده ممكن يكون وضع النوم، قمر ونجوم وبتاع، فده وضع النوم. صوت واهتزاز، انك تفعل الصوت او تخلي الساعه اهتزاز. تقفل الساعه برمز اللي هو قفل بالرمز ده. الوقت تظبط الوقت، اعاده الضبط، اعاده التشغيل، ايقاف التشغيل. حول الساعه لو دخلنا فيها كده هتلاقي الفيرجن 00.2 RW32، وفيرجن المكالمات 1.9.7 زي ما انت شايف قدامك كده. طبعا استقول لكم احنا بره كده لو سحبنا من تحت هيجيب لك الرسائل، ولو سحبنا من الجنب اليمين هيجيب لك برنامج المكالمات، ولو سحبنا من الجنب الشمال هيجيب لك انك تتحكم في الموسيقى اللي على الموبايل والطقس وشويه ايه حاجات ميديكال كده، شويه حاجات طبيه كده. وهنا الاعدادات والالعاب وبتاع، يعني شورت منيو برده كده فيها شويه حاجات حلوين. طيب يا جماعه انا ما حبيتش اطول في موضوع القوائم ده، تمام، وحبيت ان انا اجي اكلمكم كده بالبلدي عن مميزات الساعه دي والحاجات اللي انا شايفها في الساعه دي حلوه، يعني تستاهل انك تدفع فيها المبلغ بتاعها وتشيلها تبقى ساعه في ايدك تديك شويه مميزات او شويه اوبشنات كويسه. ايه هي الاوبشنات الكويسه دي يا محمد، او ايه هي المميزات، وايه برضو ايه هي العيوب اللي هقولها لك في اخر الفيديو؟ هقول لك انا. اول حاجه البرنامج، نقله مختلفه في البرنامج. هنا يا جماعه البرنامج اللي بتشتغل بيه الساعه اسمه الاتش دي فيت برو اللي انت شايفه قدامك كده. تعال بقى نفتحه مع بعض كده. دي الواجهه بتاعت البرنامج، الار دبليو 32 متصل، وعندك ان البطاريه فيها 49%، تمام. عندك بقى هنا ايه اول ميزه في البرنامج، تمام، الخلفيات كلها مجانيه، تمام. شكلها حلو، مفيش خلفيه مش عجباني، مفيش خلفيه مش عجباني. ومتقسمه عندك فوق زي ما انت شايف كده اعمال واللون والكرتون وبسيط، يعني شويه خلفيات يا جماعه حلوين جدا. يعني دخلنا على الاعمال دي لو انت بيزنس مان، بص الخلفيات حلوين بصراحه. وهنا برضو تقدر تعدل او تضيف خلفيه اتصال او خلفيه للساعه نفسها، حاجه من عندك من على الموبايل عادي جدا برضو. ننزل بقى هنا هنلاقي ايه بقى، واحده واحده كده معايا. هنلاقي اعدادات اخرى، وهنلاقي وظيفه التذكير، وهنلاقي البحث عن الصور اللي هو البحث عن الساعه، والتحكم في الكاميرا، وارفع معصمك لتفعيل اللي هو الاوز ديسبلاي، تحديد الاهداف الرياضيه. لو انت مثلا عايز تجري 10 كيلو، بعد ال 10 كيلو ايه ده تارجت بالنسبه لك، تمام، يديك تنبيه او يقول لك انت حققت التارجت بتاعك. برنامج الاتصال الان اف سي، محفظه جيب اللي هي اللي هنخش نشوفها دلوقتي، بطاقه الاعمال، تمام. دول شويه حاجات برضو كده، تعالى نمسكهم واحده واحده ونتكلم عنهم. اول حاجه اعدادات اخرى دي اللي على اليمين دي، هنا بقى تقدر تفعل نظام ال 24 ساعه، تفعل نظام ال 12 ساعه، تجري تحسب الجري مثلا بالمتر او الكيلومتر، تمام. النسبه المئويه مثلا مئويه ولا فهرنهايت، الحاجات بقى اللي فاهمين في النسبه والحاجات دي. لو رجعنا تاني كده وظيفه التذكير ده، تقدر بقى ايه تشوف المكالمه الوارده هنا، تمام، يديك تنبيه. عندك اختار رسائل قصيره يديك تنبيه ولا ما يدكش، تذكير صحي يديك ولا ما يدكش. عندك بقى لو رجعنا تاني البحث عن الصور، تخلي الساعه تعمل صوت. نرجع تاني كده، كاميرا التحكم عن بعد، تحكم في الكاميرا عن بعد، وتتحكم من الساعه، تشغل هي الكاميرا وتتحكم من الساعه، تمام. نرجع تاني كده، عندك الان اف سي، تقدر تحط بطاقه الان اف سي، وممكن كمان تعمل ان اف سي للساعه نفسها. نرجع تاني كده، عندك برنامج الاتصال. اي نعم الساعه ما بتشيلش غير 8 اسماء بس، تمام، بس تقدر تضيفهم مره واحده. يعني انا لو دوست كده على الاسماء، اقدر مثلا احدد كده زي ما انت شايف 8 اسماء كده واضيفهم مره واحده زي ما انت شايف قدامك كده. حددت مثلا 5 اسماء اقدر اضيفهم مره واحده. لو بقى رجعنا تاني كده وتحديد الاهداف اللي كنت قلت لكم عليها، تمشي كام متر او تمشي كام كيلو متر يعني. ونرجع تاني هنلاقي ايه بطاقه الاعمال دي، تحط الفيسبوك بتاعك، الواتس بتاعك، عادي خالص. ترجع تاني الاولوز اون ديسبلاي طبعا مفعلينها احنا. حلو البرنامج يا جماعه، عاجبني بصراحه. برنامج يعني انا عاجبني اكتر من الويرفت برو اللي هو منتشر قوي اليومين دول. بعد كده التصميم بتاع الساعه، اناقه وشياكه، والشاشه الكيرف والحاجات دي. ساعه مميزه، وفي منها اللون السيلفر، هو مش عندي، كنت هوريه لكم لو كان عندي. تحفه جدا. بعد كده عندك صوت الساعه دي في المكالمات، المايك رهيب جدا، وصوت السبيكر عالي وواضح، مش هتعاني معاه خالص. خليني اوريك كده الصوت في الرنه.
ومش بس موضوع الصوت ده ميزه في الساعه دي. الساعه هنا من العيوب بتاعتها ان هي ما بتشيلش غير 8 اسماء، بس العيب ده الشركه هنا غطته بميزه جامده جدا، ان اي حد بيرن عليك الاسم بتاعه بيظهر. اي حد بيرن عليك اسمه بيظهر طالما هو متسجل على الموبايل، مش لازم يبقى من الثمان اسماء اللي انت ضايفهم على الساعه. مش بس كده، ده بتديك اوبشن كمان انك ترد او تكنسل، مش ترد بس زي الساعات التانية، ودي حاجة جامدة جدا، واللي اشترى ساعات قبل كده وعانى مع الموضوع ده هيفهم كلامي. الساعة هنا بتشتغل بشكل كامل متكامل مع الايربودز، والايربودز بتشتغل معاها بشكل سلس جدا. لو انت مشغل اي ميوزك المكالمات تجي لك على الساعه، ترد من الساعه، ترد وتشتغل على الايربودز عادي جدا، مش هتقابل اي مشكله في الموضوع ده حتى لو مشغل ميوزك. الساعه بقى بتجيب لك تذكير لكل البرامج تقريبا. لو انت عندك برنامج اذكار الصباح والمساء على الموبايل هتجيب لك التذكير على الساعه، ودي برضو من المميزات الحلوه. من مميزات الساعه هنا ان هي كفاءه سعريه، سعرها مناسب جدا لكل الناس. سعرها من 1600 جنيه لحد 1850 جنيه، تمام. اللي يبيعها لك اغلى من كده قول له انت بتشتغلني، تمام. من 1600 جنيه ل 1850 جنيه، مع اختلاف طبعا التجار ومع اختلاف المواقع ومع اختلاف الستورز. بالنسبه بقى للوتر بروف، هنا الساعه ووتر بروف ضد قطرات الميه، بتتوضى مثلا طرطشه شتاء، شويه الحاجات الخفيفه دي. لكن ضغط ميه زي ما بقول لكم الساعات دي مش معموله لضغط الميه للسباحه. في ساعات مخصصه للسباحه ودي بقى سعرها معدي 3000 جنيه ولا حاجه. في ساعات مخصصه للسباحه اللي هي تتحمل ضغط ميه، مش طرطشه ميه. دي شويه طرطشه، شويه تغسل ايدك بتتوضى بتاع، هتتحمل معاك عادي جدا. مع ان الساعه هنا هو كاتب لك عليها ان هي نون ميديكال، مش منتج طبي. بس القراءات انا ما بفهمش يا جماعه في موضوع القراءات الطبيه والحاجات دي عشان اقعد اقيس لكم واختبر لكم القراءات. بس انا اتكلمت مع كذا حد وشفت كذا ريفيو لكذا حد اجنبي بيتكلم عن الموضوع ده. القراءات ناس كتير بتقول الكلام ده مش على مسؤوليتي، تمام، لان انا ما جربتش القراءات، مش بفهم فيها عشان اجربها، تمام. على مسؤوليه الناس. شفت 3 4 مراجعات كده بقول لك ان القراءات، وحد فيهم جرب قدامي موضوع نبضات القلب ده، القراءات بتاعتها تكاد تكون اقرب للحقيقيه بنسبه 95%. طيب يا عم محمد، دلوقتي الساعه دي ما فيهاش عيوب؟ انا ليا ملحوظتين، هما مش عيبين بس عشان تبقى فاهم، او 3. هما مش عيوب، انا عادي الحاجات دي انا كمحمد اتاقلم معاها عادي جدا. اولا الخط في اللغه العربيه هنا خط رفيع، ما بتقدرش تتحكم فيه او تكبر الخط على واحد نظره ضعيف، لا ما انصحكش انك تجيب الساعه دي. خط رفيع مش مقطع زي الهلو 3 بلس، لا خط يعني خط ماكرو بس رفيع، حجم الخط رفيع ومش يعني مش مدعمه اللغه العربيه بشكل كامل. شفت حد بيقول ان هينزل تحديث يحل الموضوع ده، ودينا مستنيين. لو نزل التحديث هعرفكم على صفحه الفيسبوك، اللينك بتاعها موجود في التعليقات. الحاجه الثانيه الشاشه هنا هم كاتبين على الكرتونه زي ما انت شايف، بص اي بي اس بخط صغير جدا وبعدين كاتبين اميلود بخط كبير. انا شايف ان الشاشه هنا مش اميلود، انا شايفها اي بي اس، مع ان في مراجعات كتير جدا بتقول ان هي اميلود، هم كاتبين ان هي اميلود، لكن هي لا، انا شايفها اي بي اس. مش معنى ان انا بقول ان الشاشه اي بي اس ان هي وحشه، الشاشه تحفه مع كل الخلفيات، مع مع اي حاجه تحفه، ما قلتش ان هي وحشه، بس الشاشه ما بترتقيش لموضوع الاميلود، تمام، او السوبر اميلود او الحاجات دي، يعني حاجه كده اميلود في الخفيف، مش عارف اقولها لكم ازاي. انا كده خلصت الفيديو، اتمنى اكون بسطت الامور وشرحت لكم موضوع الساعه دي بشكل كده سلس وبسيط. ما حبيتش اعك الدنيا ولا اكبر الموضوع ولا اشرح لك كل تفصيله بقى صغيره. موضوع القوائم والحاجات ده انت هتتاقلم عليه كانك شاري موبايل جديد. وانا هنا زي ما قلت لك خلصت الفيديو، اتمنى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ولو عجبك المحتوى تشجيعا منك ليا حاول تشير الفيديو ده وتبعته لاصحابك، تقول له شوف الساعه دي جامده، انا انزله عندك على الفيسبوك. انا مش بطلب منك حاجه مستحيله، يعني ده حاجه كده ايه، بما اني بطلع هنا على القناه افيدك، فيعني برضو بستفاد منك بحاجه بسيطه كده ذوقيا منك يعني. اشوفكم في فيديو جديد مع تجربه منتج جديد. الفتره الجايه عندنا شويه حاجات كتير جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.